السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله غنقدم معاكم واحد الحلوة اللي هي ساهلة مهلة، ومقادير اللي هما موجودين في أي كوزينة. وغتعجبكم، غتولي معتمدة عندكم. بسم الله على بركة الله. هنا عندي الكوفيتير للتزيين، يمكن لك تستعملي ديال المشماش، يمكن لك تستعملي ديال الفريز. عندي جوج ديال البيضات، معلقة ديال الزبدة، 16 ديال الفاني، 16 ديال الخميرة ديال الحلوة، وشوية ديال الملح. بالنسبة للزيت هنا عيني ميزاني، انما نتوما استعملوا الكاس ديال العنبه ديال اتاي، كاس ديال الزيت وكاس ديال السكر كلاصي. هادو هما المقادير. واللي بغى يدير كتر يمكن ليه يضعف الكميه، دائما كنضعفوا الكميه، نديروا 4 د البيضات وحنا غاتين. هنا عندي دقيق فرص على حسب الخليط اللي غنستعمل. ايوا نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الحلوه وغتبقى معتمده عندكم كيف قلت لكم، وراها سهله مهله وكتوجد في 5 ديال الدقائق. على بركه الله. هنا درت داك السكر كلاصي، غنزيد عليه دابا دوك جوج ديال البيضات، وغنزيد عليه 16 فاني، ومعلقه ديال الزبده، وشويه ديال الملح، وغنبقى نضرب هكا هادشي مزيان. هاد الخليط غنضربوه مزيان مزيان. وراه صدقوني هاد الحلوه راه كتجي تبارك الله ما شاء الله، كتجي هشيشه وغير كتذوب في الفم. وكيف قلت لكم سهله، يعني غير مكلفه، يمكن لك توجديها في البلاصه وديرها في البواطه ديالك ودعتيها للدراري الصغار. المهم غنخلطو هكا مزيان. حتى كيذوب لينا ديك معلقه ديال الزبده، ضروري على فكره، ضروري ديك معلقه ديال الزبده ديروها فيها، كتبقى فيها ديك الريحه ديال الزبده بحال الا درتي كاس ديال الزبده وانت راه دايره غير الزيت ومبناها بديك معلقه ديال الزبده. صافي غنبقى نزيد هكايا داك الزيت. من طبيعه الحال حتى كذوب لينا داك السكر كلاصي مع ديك الزبده وداك البيض. هذيك الساعات كنزيدو الزيت وكنضربو. صافي هنا بعد ما ضربنا مزيان كيف كتشوفوا معايا الخليط راه ولا سائل هكايا، كلشي دايب. غنزيد الدقيق هنا كيف قلت لكم عيني ميزاني، تقريبا غتدي لكم جوج بيضات نص كيلو ديال الدقيق وشي حاجه. هنا غنزيد دابا ديك 16 ديال الخميره ديال الحلوه، صافي. وغنجمع الخليط ديالي. على فكره العجينه ديال الحلوه ما كتعجن، غير كنجمعوها فقط، كنجمعوها حتى كتطلق لينا داك الزيت ديالها. منين كتطلق لينا داك الزيت ديالها كنعرفوها باللي صافي راها جاهزه، وديك الساعه تبقي تخدمي بها كما بغيتي. كيف كتلاحظوا معايا كندير غير حركات هكا غير بصبعي، غير بصبعاني، غير كنجمعها فقط. هانتوما كيفاش دايره العجينه ديالها تبارك الله، راها رطبه، ورغم ذلك راه حطات كميه اللي هي كثيره. المهم كتحط لكم تبصيل عامر، ماشي دوك الطباصل الكبار، متوسطين. والفران انا هنايا على فكره راني شاعله غير على القياس ديالو. ديك الساعات ملي كتدخلي الحلوه دغيا كطيب، يعني ما كتاخذش ليك الوقت، دغيا كيف قلت لكم راه 5 دقائق ها هي واجده، سواء في الطياب ديالها في التخلاط في كل شيء. ما شاء الله سهله سهله، كنقول لكم جربوها تولي معتمده عندكم. صافي كندير لها هاد الحركات هادو حتى كتجمع لينا مزيان. صافي هنا عندي طاوه مدهونه، هنا راه فايت لي صايبتهم. كناخذوا القياس ديال العجينه كنديروها كركيبه هكا مدوره كيف كتلاحظوا معايا. هنا راه عمرت جوج طاوات على هذا الشكل.
من بعد كملت كاع الكميه اللي عندي. الكوفيتير غنخليه حتى طيب، غنجي نبرك عليها هكا من الوسط باش كنديرو ديك الحفيره هكايا اولا ديك تقيقيبه هكا باش كنديرو فيها الكوفيتير، انما حتى كطيب لينا الحلوه. ايوا هذه هي الحلوه ديالنا. من بعد ما طابت وهي سخونه كنمشي كنكب فيها داك الكوفيتير، كيف قلت لكم سواء المسماش سواء الفريز سواء اي حاجه. المهم هذه هي الكميه اللي كتحط، وراه تبارك الله ما شاء الله كتجي هشيشه. نتمنى تجربوها وتردوا عليا في الكومونتير كيفاش جاتكم. هانتوما راه غير كتفرتت. ايوا هذا هو الشكل ديالها. نتمنى تجربوها ان شاء الله بالصحه والراحه.